ايوه هذا هو المنظر. وهيك يا جماعة عملنا البيتي فور. تعالوا نشوف كيف حضرنا بيتي فور الصب مع بعض. مرحب يا حبايب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا تكونوا، كيف ما كنتوا تكونوا. قرب العيد ووصفتنا اليوم وصفة بيتي فور كثير طيبة، اللي هو بيتي فور الصب اللي كلياتنا بنعرفه. خلينا نعمله ونحضره مع بعض بطريقة، ما راح لكم بطريقة بسيطة وكذا هيك. كل شغلة طيبة بدها شغل وبدها تعب وبدها اتقان. خلينا نبلش بالوصفة مع بعض. مكوناتنا هن أربعة: الزبدة بحرارة الغرفة طبعا، والطحين اللي ناخلينه، وسكر البودرة والبيض والفانيليا، طلعوا خمسة. الطحين تقريبا من الطحين بيطلعوا بهي الكاسة 4 كاسات تمام. بالنسبة للزبدة عندي 400 جرام، وسكر البودرة عندي كاسة كاملة تقريبا تجي شي 125 جرام، وبيضة كاملة. تقدروا تلعبوا نص الكمية، بس ما بنحط بيضة، بنحط بس البياض. خلينا نشوف. اول شيء يا جماعه، مثل ما حكينا الزبده لازم تكون بحراره الغرفه، لازم تكون طريه مثل ما انتم شايفين هيك. شايفين كيف الزبده طريه؟ خلينا نبلش نشغل على الزبده بالاول ونفركها كثير منيح. هيك يا جماعه مثل ما شايفين الزبده صار قوامها كريمي عندي. شايفين كيف صارت؟ هيك بتكون جاهزه لاني انا نزل السكر البودره. هنزل سكر البودره على دفعتين تمام. هي اول دفعه. ولا هيك نزلت كميه السكر الثانيه اللي ضلت عندي وراح كمل خفق. طبعا قبل ما انزل السكر ضليت تقريبا شي 5 دقائق عم اخفق بالزبده لحتى صارت معي قوام كريم. نعمل له اللمه هيك على بعض. شايفين؟ شايفين قوام لسه عم يطرى عندي بعد ما نزلت سكر البودره، كمان بيطرى اكثر. كمل خفق شغله 30 ثانيه اخيره. يا جماعه صار وقت اني انا انزل البيضه هون. طبعا كمان مثل ما حكينا البيضه بحراره الغرفه ونخفق. الزبده والبيض والسكر صاروا عندي جاهزين. رح انزل عندي هون ظرف الفانيليا. طبعا انا راح اقسم الخليط نصه فانيليا ونصه بالكاكاو. هيك يا جماعه نحن جاهزين لحتى ننزل بالطحين. خلينا ننزل الطحين. طبعا الطحين انا ناخله ننزله على دفعتين، بنقلب تقليب بهذا الشكل. هيك يا جماعه بعد ما نزلنا كميه الطحين، شايفين العجينه كيف صارت عندي؟ هيك صارت عجينتي تمام، جاهزه لحتى نشكلها ونحطها بالصواني. هيك يا جماعه حطيت الفورمه تبعي وهي كيس القماش. ضروري بهي الوصفه نستعمل كيس القماش. حطها هون. اهم شيء يعني هدول الاكياس، بس مشان انا اقول لكم هدول الاكياس ما بيشتغلوا معنا لا بيتي فور الصب. دغري بتطلع الفورمه منه وما عاد بيمشي الحال. انا جاهز. هيك يا جماعه شغلت الفرن عندي على درجه حراره 165. وهي الصينيه عندي جاهزه. حطيت عليها ورق زبده مشان ورق الزبده ما يعذبني. رح نعمل هيك هي الطريقه تمام. عصا هيك كثير صغيره نكبسه ورق الزبده على الصينيه كثير منيح مشان ما يعذبني انا عم صب البيتي فوراي. رح نعمل كمان هذا الشكل. شايفين؟ هلا هيك حتى بدنا نظبطهم بالكاكاو. عندي هون معلقه كاكاو على نص المزيج اللي انا خلطته كلياته. ننزل معلقه هيك تمام. رح ننزل فوقهم تقريبا بمعلقه او معلقه ونص من الزيت النباتي مشان ما يشد عندي القوام تمام. وبنحرك. وهيك مثل ما شايفين خلطنا المزيج، بس حاولنا نحافظ على اللزوجه تبعه وعلى القوام تبعه انه هو يضل طري وما يعذبني بالصوت. طبعا انتم بتتحكموا يا جماعه بحجم الحبه والفورمه اللي رح تشتغلوا فيها. وهيك يا حبابين فطوراتي جاهزين. ايوه خلينا نفوت على الفرن. بيقعد تقريبا من 15 من 15 ل 17 دقيقة على درجة حرارة 160 ل 65. خلينا نشوف
كيف راح يطلع. يلا هيك يا جماعة بتيفوراتي طلعوا من الفرن. شوفوا لي هالمنظر ما أحلاه. شوفوا الحبة من تحت كيف الريحة يا لطيف. شوفوا الحبة من تحت، شايفين؟ يعني شيء كتير كان سريع وبسيط وما أسهل من هيك. راح اتركهم يبردوا شوي وجهز عندي باقي الأغراض للزينة والحشو. يلا هيك يا حبابين اجا وقت النهاية، الفينش. بدنا نحشيهم نطبقهم على بعض ونزينهم آخر زينة. عندي هون شوكولا دارك، شوكولا غامقة، وعندي شوكولا الحليب، وعندي جوز الهند، وعندي فستق الحلبي. طبعا هذا الشيء اختياري، وبالنسبة للحشوة كمان اختياري. أنا اليوم راح أحشي شوكولا اللي هي شوكولا نوتيلا الثقيلة البرالين، وإذا بدكم تحشوه كراميل بتعرفوا كمان هذا الشيء اختياري. احشيهم طبقون على بعض وارجع لعندكم. الموضوع ماله كتير صعب، بس نعمل هيك. خلينا نقرب شوي. نحط الشوكولا هيك ونجيب القطعة الثانية ونطبقها بهذا الشكل. شايفين وأحلاها. رح نطبقهم كلهم ونرجع لعندكم. هيك يا جماعة حشيناهم طبقناهم على بعض. ما فيني أحكي لكم قديش البيتي خفيفة. مثل ما فاتت على الفرن طلعت، ما تغير فيها شيء أبدا، بس انخبزت وطلعت. شايفين حتى الرسمة مثل ما هي. هلا هيك وقت التزيين يا جماعة. مثل ما حكينا مدوب أنا عندي هون شوكولا بيضاء وشوكولا دارك، شوكولا غامقة بحمام مائي، وحطيت لهم هيك معلقتين زيت عشان يكونوا طرايا. رح زين وحط على الصينية لبين ما يبردوا، بعدين بنحطهم بصحن التقديم. رح ننزل هون بالشوكولا البيضاء، شايفين؟ ونجي هون نغطسها بجوز الهند. يعني هذا هو المنظر اللي بدنا اياه، ونحطها على الصينية. هلا هدول رح ننزلهم بالشوكولا والفستق الحلبي. شوفوا المنظر ما احلاه. وعلى الفستق الحلبي نفس الطريقة هيك. رح نحطهم على الصينية. وهيك يا جماعة بيتفوراتنا جاهزين. صحن التقديم تبعنا كمان جاهز. رح نصفهم ونظبطهم بهي الطريقة الحلوة. هنجيب حبة حبة، نعمل من كل صف صنف، يعني شكل. هيك الصحن بيكون جاهز. عبى عندي على الأخير وزادت عندي حبة واحدة بس. شوفوها، شايفين؟ مع إني ما كنت ناوي دوق وآكل كتير يعني، بس معلش رح دوق قدامكم واحدة. البتيفوراية دابت ذوبان بالتم. دابت يعني دابت. كمان جبت معه. هيك يا جماعة صحننا صار جاهز. هيك كانت حلقتنا لليوم. تعددت وصفاته مثله مثل الكيك مثل هذا. عيارات كثير، في ناس بتحب بياض بس، في ناس ما بتحب بيض ابدا. بس هي الطريقة كثير سلسة وطيبة، سهل الشغل فيها، ونسبة الفشل فيها يعني 0.01%. تبعوا المقادير منيح والطريقة كثير صح. وإن شاء الله هيك يكون عجبكم الفيديو. ما كلنا نتقدم. إن شاء الله هيك الحلقات الجاية كلها بتفورات. تمام. من هون ليجي العيد ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. كان معكم الشيف احمد. اتمنى منكم الدعم، تشتركوا بالقناه وتحطوا تعليق واعجاب على الفيديو. وسلام.